أهلا بيكم. النهاردة هنفك شفرة بسيطة جدا هتخلينا نعرف نوصف أي حاجة بالإنجليزي صح ومن غير أي لخبطة. طيب، خلينا نبدأ بسؤال مهم. إزاي نقدر نوصف أي حاجة حوالينا سواء شخص أو مكان أو شيء وإحنا واثقين من نفسنا؟ قبل أي حاجة لازم نفهم الأساس. يعني إيه أصلا صفة؟ أو زي ما بنقول بالإنجليش adjective. ببساطة شديدة، الصفة دي كلمة شغلتها الوحيدة في الحياة إنها تدينا تفاصيل أكتر عن الاسم، يعني توصفه. يعني مثلا لما نقول a big house، كلمة big هنا هي اللي وصفت البيت. أو a beautiful girl، كلمة beautiful وصفت البنت. بسيطة خالص. تمام. نيجي بقى للنقطة المهمة قوي ويمكن أهم قاعدة في الموضوع كله. مكان الصفة دي بيكون فين في الجملة بالظبط؟ القاعدة الذهبية بتقول الصفة بتيجي الأول وبعدها الاسم اللي بتوصفه، دايما كده ما فيهاش كلام. والمثال ده بيوضح كل حاجة. شوفوا، عمرنا ما نقول the car red، لا، الصح دايما إننا نقول the red car. الصفة الأول وبعدين الاسم. حلوة قوي. طب إيه اللي بيحصل لو حبينا نزود الموضوع شوية ونستخدم تفاصيل أكتر؟ يلا بينا نشوف. يعني لو عايزين نوصف حاجة مش بصفة واحدة، لا بصفة واتنين وتلاتة، يا ترى هنرتبهم ازاي؟ الموضوع ده ليه سر بسيط جدا، أو يعني كود كده عشان نفتكره بسهولة، والكود ده هو OSASCOMP. الكود ده هو اختصار للترتيب الصح اللي لازم نمشي عليه. يعني أول حاجة بنبدأ بالرأي زي beautiful، بعدها الحجم، العمر، الشكل، اللون، الأصل، المادة اللي مصنوع منها، وفي الآخر خالص الغرض. وكل دول بيجوا قبل الاسم اللي بنوصفه. ولما نمشي على الترتيب ده بالظبط نقدر نكون جملة طويلة ومعقدة زي دي وتطلع صح 100%. A beautiful, big, old, red Italian leather sports car. شايفين الترتيب؟ بس طبعا في كلامنا العادي نادر قوي لما بنستخدم كل الصفات دي. أغلب الوقت بنستخدم صفتين أو ثلاثة بالكتير. زي مثلا لما نقول a small black bag، هنا مشينا على الترتيب، الحجم الأول وبعدين اللون. أو مثلا a nice new phone، هنا برضو ماشيين على الترتيب بالظبط، بدأنا بالرأي nice وبعدين العمر new. الموضوع ماشي على نفس القاعدة. طيب، بعد القاعدة اللي ممكن تبان معقدة شوية دي، خلونا ناخد خبر حلو بقى. في قاعدة تانية هتسهل علينا الدنيا جدا في الإنجليزي. الفكرة إن في الإنجليزي الصفة كلمة جامدة ما بتتغيرش، على عكس لغات تانية كتير. يعني مفيش منها جمع ومفيش مؤنث ومذكر، هي شكل واحد وبس. يعني دي أهم نقطة لازم ناخد بالنا منها. لو بنوصف بيتين مثلا هنقول two big houses. شايفين؟ كلمة big فضلت زي ما هي، اوعى حد يقول bigs. الصفة ما بتتجمعش أبدا. وخلي بالنا من غلطة تانية شائعة جداً. لازم نفرق بين الاسم والصفة. يعني عشان نوصف حد بنستخدم الصفة beautiful مش الاسم beauty، فبنقول she's beautiful. تمام. عشان نتأكد إن كل المعلومات دي ثبتت، يلا نلخص كل اللي قلناه في كام نقطة مهمة كده، الخلاصة يعني. يبقوا دول الأربع قواعد الذهبية. أولاً، الصفة دايماً بتيجي قبل الاسم. ثانياً، لو في أكتر من صفة لازم نمشي على الترتيب اللي اتفقنا عليه. ثالثاً، الصفة عمرها ما بتتغير، لا بتتجمع ولا أي حاجة. ورابعاً، صفات الرأي زي good أو beautiful مكانها دايماً في الأول. وبكده نقدر نقول إننا معانا كل الأدوات اللي محتاجينها عشان نوصف أي حاجة بالإنجليزي صح 100%. والسؤال بقى اللي هنسيبه، إيه هي أول جملة وصفية صحيحة هتخطر على بالكم دلوقتي بعد ما عرفتوا كل القواعد دي؟